لو لسه ما اتفرجتش على الجزء الاول من حكايه تاكاميتشي يا صديقي فهتلاقيه ظهر فوق دلوقتي، روح اتفرج عليه. اما لو اتفرجت فاهلا بيك في الجزء الثاني من القصه واللي هنختم بيه الموسم الاول من الانمي. الجزء اللي فات انتهى نهايه اقل ما يقال عنها ان هي مجنونه وصادمه. تاكاميتشي بعد محاولات كتيره وبعد ما افتكر انه هو خلاص انقذ هيناتا، طلع ان مفيش اي حاجه اتغيرت ولسه كل شيء زي ما هو. برغم كده تاكاميتشي لم يستسلم، واثناء ما هيناتا بتموت وعدها انه هو هينقذها. فهنشوف تاكاميتشي هيعمل ايه وازاي هينقذ هيناتا. بس يا صديقي غالبا انت لسه جديد على القناه لان القناه لسه جديده، فما تنساش انك تشترك في القناه وكمان تعمل لايك للفيديو علشان ينتشر في كل مكان. من غير كلام كتير نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويلا بينا بنبدا مع تاكاميتشي وهو في عزاء هيناتا وبيفتكر اخر لحظاته معاها. بيروح يقدم لها العزاء وبيكون متأثر جدا، بس اللي متأثر اكتر منه هو ناوتو اللي بينهار من البكاء على اخته. بيقول لتاكاميتشي ليه كل ده بيحصل لهيناتا. بعد العزاء والدة هيناتا بتدي لتاكاميتشي القلادة اللي كان جابها لهيناتا من 12 سنة واللي كانت لسه محتفظة بيها طوال تلك السنين. تاكاميتشي بيعيط لانه اتأكد ان هيناتا ما حبتش حد غيره. بيقعد تاكاميتشي مع ناوتو اللي بيقول له انا عرفت ان اكون متزوج وعنده عائلة، والعائلة دي حاليا مفقودة. هم خطفوا عائلته وهددوه علشان كده حاول يقتلك انت وهيناتا. بيقول تاكاميتشي ان اكون قال نفس الكلمات اللي قالها قبل ما يموت نفسه المرة اللي فاتت. وتاكاميتشي بيفتكر موضوع هانما وانه ظهر قدامه وبيقول هو ليه ده كان موجود هناك ساعتها. وناوتو بيقول احنا ما قدرناش نغير حاجة برضه. بيقول تاكاميتشي ان موت دراكن ما كانش هو اللي خلى تومان شريرة، احنا لازم نصلح المصدر الرئيسي. بيسأله ناوتو ازاي. بيقول تاكاميتشي انا هكون رئيس عصابة تومان. بيبتسم ناوتو بيقول له انت اتغيرت خالص يا تاكاميتشي، شكرا على رغبتك الكبيرة في انقاذ اختي. بيقوموا يمشوا وتاكاميتشي بيقول هو ايه اللي حصل بالظبط، ازاي تومان بقت شريرة ودراكن عايش. بيقول ناوتو طالما دراكن عايش يبقى احنا محتاجين ندور عليه ونسأله مباشرة. بيرجع بعدها تاكاميتشي لشغله ولحياته وهو مستني ناوتو يتواصل معاه بعد ما يعرف مكان دراكن. وطول الوقت تاكاميتشي محتفظ بالقلادة بتاعت هيناتا ومش بيسيبها. بعد كام يوم تاكاميتشي بيروح يقابل ناوتو قدام احد سجون العاصمة طوكيو. بيدخلوا وناوتو بيقول ان دراكن مسجون هنا ومحكوم عليه بالاعدام. يا نهار ابيض، يعني دراكن حتى مستقبله ما بقاش احسن. بيجي دراكن يقعد مع تاكاميتشي وبيقول له انا ما شفتكش من زمان، مبسوط انك بخير. بيقول له تاكاميتشي ايه اللي حصل لتومان وايه اللي خلاك في هذا الوضع. بيقول له دراكن انا مش ندمان على اي حاجة، انا استحق المكان اللي انا فيه لان تومان بقت كده بسببي، انا اللي ما قدرتش اوقفه. بيقول لي تاكاميتشي انت فكرتني بايام زمان كانت العصابة قوية وعايشين في اجواء جميلة، انا مش ندمان على اي حاجة عشتها. الحاجة الوحيدة اللي كان نفسي اعملها ان انا اقتله بايدي، اقتل كيساكي تيتا. كيساكي تيتا اللي بنشوفه دلوقتي ده هو اللي خلى تومان شريرة. وبعد ما دراكن بيقول كده بيخلص اللقاء ودراكن بيقوم، بس بيقول لتاكاميتشي اخرج من طوكيو واهرب، انا عارف ان كيساكي حاول يموتك. كيساكي عنده هدف انه يتخلص من كل شيء مايكي كان بيحبه. بيمشي دراكن وبنشوف ذكرى ليه وهو واقف بعد ما قتل كام واحد مرميين قدامه. ويا الهي كيساكي بيظهر وبيقول له احسنت يا دراكن، ايه اللي حصل؟ شكلي كده مش هنقدر نعرف دلوقتي. بعد الرجوع للبيت تاكاميتشي بيسأل ناوتو مين هو كيساكي تيتا بالظبط. بيقول له ناوتو ان ده اهم فرد حاليا في عصابة تومان، هو المسيطر على كل حاجة، بالاضافة لانه هو الشخص اللي مستمر في قتل اختي. الشرطة من زمان بتطارده بس ما حدش قادر يوصل له. تاكاميتشي بيقول للاسف انا ما قابلتهوش ولا مرة في الماضي ومش عارف هو هيظهر امتى. بيقول تاكاميتشي الحل الوحيد زي ما انا قلت لك ان انا اكون رئيس العصابة وساعتها انا هقدر احمي الجميع. بيقول له ناوتو انا كنت فاكرك بتهزر، ده شيء مستحيل اللي انت بتقوله. بس تاكاميتشي بقى خلاص عنده ثقة عالية جدا في نفسه. بيقول ان با مش موجود دلوقتي وانا هحاول اوصل لمنصب قائد الفرقة الثالثة اللي فاضي، هي دي فرصتي لازم استغلها. بيقول له ناوتو انا واثق فيك. بيسلم عليه وتاكاميتشي خلاص بينتقل للماضي. بيتساءل بيقول هو انا ليه انفصلت عن هيناتا في الماضي؟ ليه هانما كان موجود ساعتها؟ ازاي دراكن بقى محكوم عليه بالاعدام؟ ومين هو كيساكي تيتا وليه بيكره مايكي بهذا الشكل؟ انا هعرف حقيقة كل اللي حصل مهما كان التمن. بيرجع تاكاميتشي
بيلاقي نفسه في حمام عام مع مايكي ودراكن، والاتنين نازلين خناق في بعض وعمالين يتكلموا معاه وبيقولوا له انضم لينا. الظاهر ان علاقتهم بقت جامده قوي قوي. بعد ما بيخلصوا بيخرجوا وبيكون ميتسويا وباقي القاده موجودين مستنيينهم. مايكي بيقول لتاكاميتشي تعالى معانا، احنا هنروح نرحب بقائد الفرقه الثالثه الجديد. تاكاميتشي بيتفاجئ وبيقول انا راجع علشان انا اكون قائد الفرقه. اثناء غيابه شكلهم لقوا قائد للفرقه الثالثه بالفعل. المهم بيتوجهوا الى معبد موساشي، المكان اللي بتتجمع فيه عصابه تومان. بيطلع مايكي ودراكن بيعلن ان هيتم تعيين قائد الفرقه الثالثه دلوقتي، والكل عمال يتساءل يا ترى مين هو. تاكاميتشي بيقول يا سلام لو ينده عليا ويقول لي انت القائد. يا تاكاميتشي انت متفائل زياده عن اللزوم. المهم ان فعلا بيظهر قائد الفرقه الثالثه ومعاه واحد ماشي جنبه، وبيعدي من قدام تاكاميتشي، وتاكاميتشي بيحس ان هو شافه قبل كده. بيطلع الشخص يقعد وبيدي ظهره لمايكي، ودي علامه على عدم الاحترام. بيبدا افراد العصابه يغضبوا من اللي هو عمله، واللي كان ماشي معاه بيقدمه وبيقول ها هو قائد الفرقه الثالثه كيساكي تيتا. يا نهار ابيض، اخيرا ظهر وتاكاميتشي شايف قدامه الشخص اللي هو السبب في كل حاجه. اعضاء العصابه لما بيسمعوا اسم كيساكي بيعرفوا ان ده كان قائد عصابه موبيوس زمان، والغضب بيزداد بينهم وبيرددوا عبارات احنا مش عايزين كيساكي. بس دراكن بصوت عالي بيقول لهم اسكتوا، مايكي خلاص اتخذ قراره. بيقول مايكي ان عصابه فالهالا عماله تكبر لدرجه ان موبيوس اللي احنا قاتلناها ما بقتش حاجه جنبهم. احنا محتاجين كيساكي معانا لان كيساكي قوي، ولان مواجهه فالهالا هتكون صعبه جدا. طبعا اللي مدرك ان ده اسوأ سيناريو ممكن يحصل هو تاكاميتشي. كيساكي ظهر اخيرا بل وبقى قائد الفرقه الثالثه على طول. بيجري تاكاميتشي اللي مشاعره مسيطره عليه وبيضرب كيساكي في وشه. طبيعي هو ده الشخص اللي تسبب في موت اكون وهيناتا. دراكن بيقول لتاكاميتشي ايه اللي انت بتعمله ده وازاي تعمل كده مع قائد الفرقه. وقاده الفرق التانيه بيتضايقوا من تاكاميتشي لان دي اهانه ليهم والقرار مايكي. وساعتها بيظهر شخص اول مره نشوفه اسمه باجي كيسكي. باجي اول ما بيظهر بيروح يضرب تاكاميتشي بدون سبب، بس ميتسويا بيوقفه وبيقول له لو ضربته تاني انا هضربك. ومايكي بيسال باجي انت بتعمل ايه هنا، انت ممنوع من حضور الاجتماعات. بيقول له باجي انا ضربت صديقك، يا ترى هتطردني من عصابه تومان ولا لا؟ ولكن ده مش مهم علشان انا خلاص بستقيل لاني هنضم لفالهالا. انت مش عايز مثير للمتاعب صح؟ اديني سايبها لك وماشي يا مايكي. بيغضب مايكي وبيقول له ارجع يا باجي، بس باجي بيقول من النهارده القائد السابق للفرقه الاولى باجي كيسكي اصبح عدو لعصابه تومان. يا نهار ابيض، الواد ده شكله جامد قوي وانضمامه لفالهالا هيزيد اكتر من قوتهم. كيساكي بيلبس نظارته وهو بيضحك وبيقول بصوت واطي تومان تعيش في فوضى، منك انت يلي هتخربها اكتر واكتر. وبيروح كيساكي يضرب تاكاميتشي ضربه جامده قوي في وشه بيخليه يغمى عليه. بيصحى تاكاميتشي وبيلاقي ان مفيش غير مايكي جنبه. بيقول له مايكي هو انت بتكره كيساكي يا تاكاميتشي؟ انا عارف ان محاوله توسيع العصابه دايما مش بترضي الجميع، خصوصا ان في ناس بتيجي وناس بترحل. بيحكي مايكي لتاكاميتشي عن صديق طفولته، بيقول ان هو كان عايش جنبه والولد ده كان شجاع جدا ودايما بيتحدى مايكي، بس كل مره كان بيتضرب. بيقول تاكاميتشي انا مش عارف هو كده شجاع ولا غبي. بيقول مايكي ان صديق طفولته ده شخص رائع جدا، وصديق طفولته ده هو باجي كيسكي وهو برضه واحد من مؤسسين عصابه تومان. بيقول مايكي لتاكاميتشي ان العصابه اتاسست على ايده هو ودراكن وميتسويا وباجي، 5 مؤسسين هم اللي بدأوا عصابه تومان من سنتين. بيقول مايكل تاكاميتشي انا عايزك ترجع باجي من فالهالا، انا بحبه جدا زي ما بحبك كده. بيقول له تاكاميتشي بالتاكيد طالما انت عايز كده يا مايكي انا هحاول، بس هل ممكن اطلب منك شيء في المقابل؟ انا عايزك تطرد كيساكي من العصابه. كيساكي شخص خطير جدا ووجوده في عصابه تومان هو اكبر غلط ممكن تعمله. بيقول له مايكي بكل بساطه انا موافق، انا عارف ان كيساكي شخص خطير بس انا محتاج قوته في مواجهه فالهالا، فانت لو قدرت ترجع باجي انا هنفذ اللي انت طلبته واطرد كيساكي. بس افتكر ان الاقتراح ده انت اللي قلته، ولو فشلت يا تاكاميتشي انا هقتلك. يا نهار ابيض يا تاكاميتشي. تاكاميتشي حط حياته على المحك، يا اما يرجع باجي من فالهالا والا مايكي هيقتله. بعدها بيوصل عندهم ميتسويا وبيقول له مايكي انت جيت في وقتك تماما، تاكاميتشي خلاص بقى عضو رسمي في العصابه وهينضم للفرقه التانيه معاك. بيقول ميتسويا يا ريتني ما كنت جيت،
جديد. بيمشي مايكي وميتسويا وتاكاميتشي بيروح يغسل وشه بعد الضربة اللي خدها من كيساكي، وهو ماشي بيلاقي صورة واقعة في الأرض بتجمع الخمسة المؤسسين بتوع عصابة تومان. بس ثواني كده تاكاميتشي بيلاحظ إن في واحد سادس مش عارفه عنده وشمة على رقبته. يا ترى مين هو ده وليه مايكي ما ذكرش عنه حاجة؟ بنسيب تاكاميتشي وبنروح نشوف باجي بيقابل شخص عنده نفس الوشم ده وبيقول له مضى وقت طويل يا كازوتورا. كازوتورا ده يا أصدقائي هو السادس اللي في الصورة، وهو برضه من مؤسسين عصابة تومان. تاني يوم في المدرسة تاكاميتشي بيكون عمال يفكر في مايكي اللي قال له هقتلك لو فشلت انك ترجع باجي. يا تاكاميتشي ايه اللي انت عملته في نفسك ده؟ بيدخل عليه أصدقائه اللي بيقولوا له ألف مبروك على الانضمام الرسمي للعصابة. لما بيشوف تاكاميتشي أكون بيفتكر آخر مرة شافه فيها وهو بيحاول يقتله، بيقول جواه يا رب أقدر أتعامل معاه بشكل عادي. بيكلمهم وبيقول لهم إن الانضمام للعصابة مش شيء حلو قوي زي ما هم فاكرين، وبيحكي لهم إن هو لازم يرجع باجي من عصابة فالهالا وإلا مايكي هيقتله، والوقت المتاح ليه هو لحد موعد المواجهة الجاية بين العصابتين. بيقولوا له طب كويس احنا نلحق نجهز ليك العزا بتاعك بعد ما مايكي يقتلك. بيقول تاكاميتشي انا معرفش اشياء كتير عن تومان فبالتالي معرفش اي حاجة عن فالهالا. بيقوم ياماجيشي اكتر واحد عارف معلومات عن العصابات يشرح الوضع كله. بيقول ان عصابة تومان تتكون من مايك القائد ودراكن نائبه في 5 فرق، كل فرقة بتضم 20 فرد، وده يخليها عصابة دراجين مكونة من 100 فرد. قائد الفرقة الثالثة با اتحبس ونائبه بي دلوقتي انضم للفرقة التانية. تاكاميتشي بيقول يا نهار ابيض ده بيكرهني جدا وانا بقيت زميله في الفرقة. بيكمل ياماجيشي كلامه وبيقول ان دلوقتي كيساكي هو قائد الفرقة الثالثة مكان با، وفي نفس الوقت كيساكي هو قائد سابق لموبيوس، ولكن موبيوس نفسها ما كانتش دايما عصابة واحدة، جزء منها اتكون سنة 1988 وده بقيادة اوساناي، وجزء اتكون سنة 1990 بقيادة كيساكي. والعصابتين برغم ان هم كانوا واحد ولكن هم دايما كانوا على خلاف. بعد خسارة اوساناي وفض عصابة موبيوس المجموعة بتاعت 1990 بقيادة كيساكي انضمت دلوقتي لعصابة تومان، وده خلى تومان تتوسع من 100 فرد ل 150. والفرقة الثالثة بتاعت كيساكي بقت اكبر فرقة موجودة دلوقتي في عصابة تومان. اما عصابة 1988 هانما بقى القائد ليهم وجمعهم، وكمان جمع مجموعة من الاشخاص اللي بيكرهوا عصابة تومان وكلهم انضموا لعصابة فالهالا، ودلوقتي عدد افراد فالهالا وصل ل 300 عضو، يعني ضعف عصابة تومان حاليا. بيقول تاكاميتشي وهانما هو القائد. بيقول ياماجيشي ان هانما هو النائب بتاع القائد. القائد ما ظهرش ومحدش لسه يعرف هويته، علشان كده العصابة دي بيطلق عليها اسم الملاك بدون رأس. تاكاميتشي بيقول هو ده المكان اللي المفروض اروحه علشان ارجع باجي. المهم ان ياماجيشي بيكمل كلامه وبيقول ان هانما هو الرجل الثاني في عصابة فالهالا والرجل الثالث واللي ليه الفضل في تجميع اكبر عدد من كارهين عصابة تومان هو كازوتورا. وساعتها بيدخل عليهم كازوتورا بالوشم اللي على رقبته. اول ما بيشوفوا ياماجيشي وهو الوحيد اللي عارفه فيهم بيقول يا ليلة السودا ايه اللي جابه ده هنا. بيقول لتاكاميتشي ان هو ده الرجل الثالث في عصابة فالهالا. وكازوتورا بنشوفه جاي وبيحضن تاكاميتشي وبيقول له اخيرا لقيتك، انا فرحت لما عرفت ان انت موجود في نفس المدرسة معايا، يلا تعالى معايا احنا هنروح لفالهالا دلوقتي. بيخرج تاكاميتشي معاه وبيلاقي 2 من اتباعه وبيقول له كازوتورا دول اكتر 2 انا بثق فيهم. بيقول له هم ليه ماشيين بعكازات؟ بيقول له كازوتورا علشان انا كسرت رجلهم. يخرب بيتك ويخرب بيت جنونك يا كازوتورا. تاكاميتشي ادرك ان كازوتورا ده خطير جدا وهو عايزه يجي معاه لمقر عصابة فالهالا. بيخاف في الاول بس من الشباك بيشوف هيناتا في المدرسة، بيتشجع وبيقول انا خدت القرار ان انا انقذ هيناتا مهما كان الثمن، انا هرجع باجي زي ما اتفقت مع مايكي وهو هيطرد كيساكي. بيمشي تاكاميتشي مع كازوتورا وبيقول له بما انك في السنة الثالثة في مدرستنا ليه شخص بشهرتك ما كنتش اعرف انك موجود معانا؟ بيقول له كازوتورا علشان كنت محبوس في سجن الاحداث. بيقول له تاكاميتشي ليه كنت محبوس؟ بيقول كازوتورا بسبب شخص مش مهم ان احنا نتكلم عنه حاليا. بيوصلوا لمقر العصابة وبيشوف تاكاميتشي علامة الملاك بدون رأس المشهورة عن العصابة، هو ده مقرهم فعلا. بيدخل وبيلاحظ ان الاجواء مختلفة تماما عن عصابة تومان، وجوه بيشوف باجي ماسك واحد عمال يضرب فيه بدون رحمة. بيسأل تاكاميتشي كازوتورا ايه اللي بيحصل، ليه باجي بيعمل كده؟ بيقول له ان ده اختبار الثقة وده طقس الانضمام لعصابة
فالهالا لازم يختبروا ايمان باجي بالعصابة اللي عايز ينضم ليها. الشخص اللي بيضربه باجي حاليا كان النائب بتاعه لما كان قائد الفرقة الاولى في تومان، يعني باجي حاليا بيضرب اكتر شخص كان مقرب ليه في تومان. بيقول كازوتورا ان علشان تنضم لعصابة جديدة بافكار جديدة لازم تتخلص من كل مشاعرك وافكارك تجاه عصابتك القديمة. ايه يا الهي، يعني باجي بيعمل كده في صديق ليه؟ وبعد ما بيخلص بيسأل هانما ايه رأيك، خلاص كده هنضم ليكم. بيقف هانما وبيقول لكازوتورا جبت اللي قلت لك عليه. بيقول له كازوتورا ايوه هو ده تاكاميتشي عضو عصابة تومان الجديد. يا مصيبتك يا تاكاميتشي، شكلك كده جايبينك علشان اختبار الثقة وهتاكل علقة محترمة. تاكاميتشي مهمته شكلها هتفشل قبل ما تبدأ. بيكلم هانما العصابة وبيقول لهم ان واحد من اعضاء تومان بل من المؤسسين باجي كيسكي عايز ينضم لينا. ده شيء رائع، ولكن في مشكلة كبيرة جدا، الا وهو انه ممكن يكون جاسوس لعصابة تومان. علشان كده كازوتورا جاب لنا شاهد كان موجود ساعة ما باجي ساب العصابة، وبيسأل هانما تاكاميتشي ايه اللي حصل في اجتماع تومان الاخير. بيقول تاكاميتشي ان باجي قال ان هو هيستقيل وهينضم لفالهالا، ومايكي كان غاضب جدا من اللي باجي عمله. بيقول كازوتورا ان باجي عدى اختبار الثقة ومفيش مانع ان هو ينضم لينا، هو هيكون مفيد جدا لعصابتنا، وكمان هو عارف الكثير عن تومان في فترة غيابي عنهم. وبيكلم كازوتورا باجي وبيقول له احنا هنسحق تومان وهنقتل مايكي، انت متأكد انك عايز تنضم لينا؟ بيقول باجي نعم. وساعتها هانما بيعلن رسميا ان باجي اصبح عضو جديد في عصابة فالهالا. وتاكاميتشي متوتر جدا وبيقول انا كده مش هعرف ارجعه تاني. بيتكلم وبيقول لباجي انت من مؤسسين تومان، ازاي هتخونهم وهتنضم لفالهالا؟ بيقول له هو علشان انا من المؤسسين يبقى مفروض افضل معاهم، ما كازوتورا من المؤسسين وموجود هنا. بيدرك تاكاميتشي ان كازوتورا هو الشخص السادس اللي كان موجود في الصورة. بيقول باجي ان كازوتورا بيوكن عداء وكره شديد لمايكي، انا مش هنسى ابدا اللي حصل من سنتين. بنسيب الوقت الحاضر اللي هو الماضي برضه بالنسبة لتاكاميتشي وبنرجع بقى لورا سنتين. في السنة الاولى من الاعدادية كان هما الستة لسه مؤسسين عصابة تومان، واول ما جهزوا اللبس بتاع العصابة كانوا فرحانين جدا بيه. راحوا تصوروا صورتهم اللي احنا شفناها وهم فرحانين ومتفائلين عصابتهم اللي بالنسبة لهم هتكون هي الاقوى في المستقبل. بعدها بيكونوا واخدين الدراجات بتاعتهم وماشيين بسرعة ومتوجهين للشاطئ، بس كل شوية لازم يبطئوا سرعتهم علشان مايكي ودراجته الصغيرة الضعيفة البطيئة 100 مرة يقولوا له هاتلك دراجة تانية، ولكنه متمسك بيها وبيحبها جدا. واثناء ما هم واقفين بتيجي عصابة اسمها بوزوكو، عصابة اكبر منهم، بيتريقوا عليهم وبيقولوا لهم انتم شوية اطفال مسميين نفسكم عصابة، وبيتريقوا مخصوص على دراجة مايكي وبيقولوا له احنا هنكسرها لك. ولكن مايكي بنظرة مرعبة بيقول لهم اللي هيقرب منها انا هقتله. لما بيشوفوا نظرته المرعبة بيتراجعوا وبيقولوا لهم لو شفناكم مرة تانية هنقاتلكم. بيكمل الستة طريقهم وكازوتورا بيقول احنا مش عايزين نكون طيبين، كان مفروض ان احنا نقاتلهم ونسحقهم. بيقول باجي ان مايكي بدأ يكون حنين من ساعة ما بقى صديق لدراكن. واثناء ما هم ماشيين فجأة دراجة مايكي بتقف، بيقولوا له تستاهل، احنا هنروح نستناك على الشاطئ وانت اسحبها وحط لها بنزين. بس مايكي بيقول لا دي مشكلة تخصنا كلنا، احنا هنعمل قرعة واللي هتقع عليه هو اللي هيروح يحط لها بنزين. وطلعت القرعة على باجي اللي خدها وهو متضايق جدا وبيقول هو انا ليه حظي وحش دايما. وكلهم دلوقتي على الشاطئ مبسوطين وبيستمتعوا بوقتهم، بس كازوتورا بيلاحظ ان مايكي مش موجود. في نفس الوقت عند باجي عصابة بوزوكو بيقابلوه وهو لوحده، وطبعا الشجاعة بترجع لهم وبيكونوا عايزين يدمروا الدراجة بتاعت مايكي. بس باجي بشجاعة كبيرة بيقاتلهم وكمان بيحمي دراجة مايكي بجسمه. بيقول لهم لو لمستوها انا هقتلكم. بيقولوا له ورينا هتعمل كده ازاي. طبعا الشجاعة واخدهم علشان هم اكتر بكتير من باجي اكيد. بس ساعتها بيوصل مايكي وبيروح لدراجته بكل هدوء، بيقول انا نسيت لباس البحر بتاعي، وبيخبط مايكي الدراجة خبطة جامدة قوي. وبيقول للعصابة ازاي تأذوا حاجة انا بحبها. واحد منهم بيقول له اذينا ايه، انت اللي خبطت الدراجة. ولكن مايكي بيضربه ضربة جامدة قوي في وشه، وبيقول لباجي انا اسف انك اتأذيت بسبب شيء غبي زي ده، يلا ننتقم من هؤلاء الاوغاد. بيقول باجي ان ساعتها مايكي كان رائع وكان
كان لا يقهر. تاني يوم بنشوف كازوتورا واخد باجي وبيقول له بما ان عيد ميلاد مايكي قرب احنا هنحضر له هديه جامده قوي قوي. واثناء ما هما ماشيين كازوتورو بنشوفه بيشوف عائله بتحتفل بعيد ميلاد وبيظهر عليه الغضب ولكن بيتمالك اعصابه ومش بيظهر حاجه. وبنشوف ان كازوتورا واخد باجي لمحل دراجات مشهور وقال له على دراجه هي الافضل في اليابان احنا هنجيب دي لمايكي. بيقول له باجي دي هتكون هديه جميله ولكن ازاي هنجيبها؟ بيقول له كازوتورا احنا هنسرقها. بيقول باجي انا مش موافق، مايكي مش هيفرح لو جبنا له هديه بالشكل ده. بيقول له كازوتورا مش مهم هو كده كده مش هيعرف ان احنا سارقينها. بس برغم كده باجي متوتر ومش موافق على هذا الموضوع. بيقول له كازوتورا انت عايز تشوف مايكي مبسوط صح؟ يبقى هي دي الهديه اللي هتبسطه وهتخليه طاير من الفرحه. وفعلا بالليل الاتنين راحوا علشان يسرقوا الدراجه المايكي. كسروا الباب الخلفي وقدروا ان هم يفتحوه بس لسه باجي قلقان جدا وخايف. كازوتورا اللي مش قلقان خالص بيشجعه وبيقول له احنا بنعمل كل ده علشان مايكي. بيدخلوا بيروحوا للدراجه وهم مبهورين بيها لان هي دراجه جامده قوي. باجي بيقول هي دي فعلا الدراجه المناسبه لمايكي. بيكسروا القفل بتاعها وكازوتورا بيقول ان هو هيخرج لبره وهيفتح الباب الكبير ويطلعوها بسرعه. واثناء ما باجي واقف فجاه الشخص بيظهر بيقول له هو انت عارف انت بتسرق محل مين؟ باجي توتره بيزداد اكتر واكتر وعمال يفكر يعمل ايه. ده خلاص الشخص ده شاف وشه ده شكله قوي وماسك معاه سلاح. بس الشخص ده بيقول لي باجي ثواني انا عارفك انت هو باجي كيسكي. بيشوفوا باجي هو كمان وبيتعرف عليه وبيتصدم. بيقول شينيتشيرو هو انت اللي موجود هنا؟ وساعتها من الوراء كازوتورا بيجري علشان يهجم على شينيتشيرو. باجي بيقول له توقف ما تعملش كده بس كازوتورا بيضرب شينيتشيرو على دماغه وبيخلص عليه. يا نهار ابيض باجي مصدوم وخايف جدا عيونه بتقول كل حاجه. كازوتورا بيقول له يلا نهرب بس باجي بيسيب الدراجه وبيجري على شينيتشيرو وهو بيقول لكازوتورا ايه اللي انت عملته ده؟ بيقول له كازوتورا خلصت عليه لانه هو شاف وشك. بيقول له باجي مش ده اللي انا اقصده انت عارف مين ده؟ ده شينيتشيرو اخ مايكي الاكبر. يا نهار ابيض كازوتورا ملامحه بتتغير وبيكون مش مصدق. كازوتورا قتل اخ مايكي الاكبر يا اصدقائي. بيخش في حاله صدمه وبيفضل يقول لا انا ما قتلتهوش انا ما قتلتهوش كل ده كان علشان مايكي. وفجاه كازوتورا بيتحول وبيقول مايكي هو السبب انا هقتل مايكي وهنتقم منه. وبيوصل البوليس وبيقبض على الاتنين. مايكي بيوصل وبيسأل باجي ايه اللي حصل. بيعيط باجي وبيقول له انا اسف يا مايكي. وكازوتورا اتجنن تقريبا وعمال يقول كل ده بسبب مايكي انا هقتله. وهو ده اليوم اللي اتحبس فيه كازوتورا واتفرق فيه عن عصابة تومان. بيفتكر تاكاميتشي ان مايكي فعلا كان حكاله عن اخوه الكبير اللي مات. باجي بيقول انا ما دخلتش السجن لان كازوتورا هو اللي اعترف بالجريمة واتحبس لوحده. انا كنت موجود في تومان وفقط مستني كازوتورا يخرج. بيقول تاكاميتشي جواه ده معناه ان باجي كان مخطط لكل ده بالفعل. بالطريقة دي هو مستحيل انه هو يرجع. بيدي هانما لباجي زي العصابة وبيلبسوا باجي ليعلن انضمامه خلاص. وبيقول هانما لتاكاميتشي بلغ مايكي ان بعد اسبوع في يوم 31 اكتوبر فلاهالا هتواجه تومان هتكون معركة حاسمة. بيروح تاكاميتشي وبيقعد طول الليل يفكر هيعمل ايه في معركة جاية بعد اسبوع ولازم يرجع باجي لتومان قبلها. مش بيقدر ينام وتاني يوم بيكون رايح للمدرسة وفجأة ولد بينده عليه. بيلاحظ تاكاميتشي ان الولد ده وشه عليه اصابات كتيرة قوي. بيقول لتاكاميتشي انا وانت مرينا بيوم صعب امبارح. بيستوعب تاكاميتشي وبيعرف ان هو ده صديق باجي اللي باجي كان عمال يضربه. بيقول له تاكاميتشي انت اللي كنت بتضرب من باجي. بيقول الولد ده ايوه باجي ده شخص رائع اليس كذلك وبنعرف اسمه الا وهو ماتسونو شيفويو. بيقول له تاكاميتشي انت باجي كان عمال يضربك امبارح ازاي بتقول عليه رائع؟ بيقول له ماتسونو باجي ضربك انت كمان لانك بوظت اجتماع تعيين قائد الفرقة الثالثة. مفروض تشكره لان كان هيحصل لك اسوأ من ضربته بكتير. بيقول ماتسونو ان باجي ضربني علشان ينضم الفالاهالا هو ما انضمش علشان يدمر تومان. باجي انضم علشان هو حاسس ان في علاقة بتربط بين كيساكي وفالاهالا. هو انضم اليوم علشان يبحث في امر هذه العصابة. بيتفاجأ تاكاميتشي لان ده كلام خطير جدا. بيمشي تاكاميتشي وماتسونو وبيقول ماتسونو ان باجي بيشك في امر كيساكي من زمان
تومان علاقته بفالهالا هي علاقة غريبة، وبيقول ماتسونو ان هو عايز يساعد باجي على قد ما يقدر. لو باجي هيبحث عن حقيقة كيساكي من جوه عصابة فالهالا فهو هيبحث عن حقيقته من الخارج. وبيقول لتاكاميتشي انا عايز مساعدتك. بيسأله تاكاميتشي هل باجي هو اللي قالك كده؟ بيقول له ماتسونو لا، بس انا كنت جنب باجي طوال الوقت واقدر اعرف هو بيفكر في ايه كويس. بنشوف الاتنين بيروحوا مع مايكي ودراكن يزوروا قبر اخ مايكي الاكبر. بيقول دراكن ان شينيتشيرو كان شخص رائع، وبيقول لتاكاميتشي احنا عارفين ان كازوتورا ما كانش يقصد اللي عمله، اللي حصل حصل وما حدش يقدر يغير الماضي. بيقول مايكي انا عارف، وبرغم اني سامحت باجي بس قلبي رافض مسامحة كازوتورا. وبيقول مايكي ان الدراجة اللي حاولوا يسرقوها كانت بتاعت اخوه وكان بالفعل هيديها له في عيد ميلاده. وبنشوف الدراجة اللي بقت ملك المايكي دلوقتي وبقت اغلى حاجة عنده لان هي كل اللي فاضل له من اخوه اللي مات. بيقول لمايكي ما تنساش انك قلت ان انت هترجع باجي. بيقول تاكاميتشي جوايا ترى مفروض اعمل ايه؟ هو ما اقسمش لهيناتا ان هو هيموت اثناء مساعدته لحد تاني، هو مقرر ان هو يرجع علشان يغير كل حاجة. بيتقدم تاكاميتشي بشجاعة كبيرة وبيقول لمايكي انا هكون رئيس عصابة تومان يوما ما وهخليك تعترف بيا. بيضحك دراكن وبيقول له يهلك من غبي، بس مايكي مبسوط ومش متضايق خالص من كلام تاكاميتشي. بيمشي تاكاميتشي وماتسونو وبيقول له ماتسونو ساعدني في الموضوع اللي قلت لك عليه وانا هساعدك انك توصل لقمة تومان. بيقول له تاكاميتشي يعني انت تعتقد ان انا اقدر اوصل للقمة؟ بيقول له ماتسونو بالتاكيد لا، بس هساعدك لحد النهاية. وبيسلم الاتنين على بعض وفعلا بيتفقوا. بيقول ماتسونو احنا محتاجين نعرف الرابط بين فالهالا وكيساكي، تعال معايا انا عارف شخص ممكن نعرف منه كل حاجة. وبنشوف الاتنين بيروحوا للمكان اللي شغال فيه اوساناي القائد السابق لموبيوس. بيقول اوساناي ان اول مرة شاف كيساكي فيها كان مجرد ولد ممل مش باين عليه انه قوي، بس قال له ساعتها انضم ليا واحنا هنحكم العالم سوا. بيقول اوساناي انا كنت مجرد شخص قوي بضرب اي حد يقرب مني، بس مع كيساكي خلال سنة واحدة بس انا بقيت رئيس عصابة موبيوس، كنت بحكم مقاطعة شينجوكو بالكامل، بس في معركة الثالث من اغسطس عرفت ان هو كان عاملني مجرد عتبة علشان يوصل لمايكي. بيقول له تاكاميتشي دي المعركة اللي اتطعن فيها دراكن. بيقول اوساناي نعم كيساكي هو اللي خطط لكل حاجة، هو اللي بعت ناس يهجموا على با علشان يشعل الصراع مع عصابة تومان، وهو اللي كان عايز كيوماسا يقتل دراكن علشان هو اللي ياخد مكانه في تومان. بيقول اوساناي في يومها كيساكي تخلى عني وراح يكسب ود مايكي وقال له ان هو ممكن يساعده في اثبات براءة با، وما اكتفاش بكده ولكن استبدلني بعدها بهانما. بيقول تاكاميتشي هانما اللي بيدير فالهالا حاليا. بيقول ماتسونو الاوساناي طالما انت عارف كل ده ليه ما تروحش تفضح كيساكي وتظهر حقيقته؟ بيقول اوساناي كيساكي شخص خطير جدا، هو من نوعية الاشخاص اللي هيموتك من غير ما يوسخ ايده، انا مش عايز اتعامل معاه في اي حاجة تاني، انا خلاص سبت عالم العصابات. وبعد اللقاء ده ماتسونو بيقول ان كل شيء اصبح واضح، عصابة فالهالا الملاك بدون رأس اللي محدش عارف قائدها هو كيساكي تيتا. تاكاميتشي استوعب كده برضه والاسئلة بدأت تشتغل في دماغه، ليه كيساكي انضم لتومان وليه عايز يقاتل فالهالا؟ حاجات كتيرة مش منطقية بتحصل وما فيش اي اجابات. بيرجع تاكاميتشي للوقت الحاضر وبياخد ناوتو وبيروح يقابل دراكن تاني وبيسأل دراكن هل كيساكي تيتا هو قائد عصابة فالهالا؟ بيقول له دراكن لا، مايكي هو القائد. في يوم 31 اكتوبر من 12 سنة العصابتين اندمجوا ومايكي بقى هو القائد، بس العصابة الام كانت هي فالهالا. بيقول تاكاميتشي ده معناه ان تومان اتهزمت. ازاي تومان اتهزمت ومايكي الذي لا يقهر موجود مع تومان؟ بيقول دراكن تومان اتهزمت بسبب مايكي، انا اللي ما كنتش واخد بالي من العبء التقيل اللي كان مايكي شايله لوحده. في يوم 31 اكتوبر مايكي قتل كازوتورا، ومايكي ما اتقبضش عليه لان كيساكي كان مجهز بديل ياخد التهمة مكانه. ومن بعدها مايكي وقع في الظلمات، فالهالا استولت على تومان وبدأت تتوسع اكتر واكتر. القائد هو مايكي ونائبه بقى كيساكي تيتا. تاكاميتشي بيسمع الكلام ومصدوم وبيقول ازاي مايكي يقتل كازوتورا؟ مايكي عمره ما كان قاتل. بيقول دراكن صحيح بس كازوتورا قتل اخوه ومايكي ما كانش سامحه.
يحاربه. بيقول كمان دراكن ان يومها باجي اتقتل قدام عيون مايكي. يخرب بيت المصايب اللي نازله على دماغ تاكاميتشي. باجي مات واللي قتله يومها هو كازوتورا. يا نهار ابيض على اللي حصل ده. كده تاكاميتشي الموضوع اكبر مما كان يتخيله. اليوم اللي هم فيه ده هو 29 اكتوبر، يعني فاضل يومين فقط على القتال. بيقول تاكاميتشي انا عارف ان مستحيل ان مايكي يقتل اي حد، بس وانا بسمع دراكن انا كنت بشوف لمحات من اللي حصل يومها. ازاي الحاجات دي حصلت وموجودة جوه دماغي؟ باجي وهو ساقط على الارض، كازوتورا وهو ميت، مايكي مغطى بالدماء. انا مش عارف ده حقيقي ولا لا، ولكن وجه مايكي كان حزين جدا. بيعيط تاكاميتشي وبيقول انا لازم انقذ مايكي. بيرجعوا للبيت وبيقول ناوتو اللي عرفناه ان المعركة دي هتخلص بخسارة تومان، مايكي هيقتل فيها كازوتورا وكل ده من تخطيط كيساكي. بيقول تاكاميتشي مايكي قتل كازوتورا علشان هو قتل باجي، يبقى انا محتاج انقذ باجي مهما كان التمن. ساعتها مايكي مش هيضطر يقتل كازوتورا. بيقول ناوتو وساعتها هنوقف مخطط كيساكي. يبقى المهمة الجاية هي انقاذ باجي كيسكي. بيمد ناوتو ايده وبيقول لتاكاميتشي بالتوفيق وبيسلم على تاكاميتشي وبيرجع للماضي. بيلاقي نفسه واقف مع هيناتا اللي بتقول له شكرا على توصيلي للمنزل، استناني شوية انا راجعه لك دلوقتي. وبتدخل تجيب له هدية وبيفتحها مايكي بيلاقيها قلادة نفس اللي جابها لها بالظبط. بتقول له ان هيكون شيء جميل ان احنا الاتنين نكون متطابقين. تاكاميتشي بيتأثر والدموع بتظهر في عينه، وهيناتا بتقول له حتى في دي كمان هتعيط. بيمسك نفسه وبيقول لها لا مش هعيط المرة دي، شكرا ليكي يا هيناتا. بتبص له هيناتا وهي مبتسمة وفرحانة. بنروح بعدها نشوف كازوتورا بيقابل دراكن بعد ما دراكن هو اللي طلب انه هو يقابله. بيقول له دراكن حمد لله على السلامة، وبيقولها له صريحة انا عايز نلغي هذا القتال، انا مش هكون مبسوط سواء كسبناكم او خسرنا. انا مش فاهم يا كازوتورا انت ليه بتكره مايكي لهذه الدرجة؟ مايكي الشهادة بتاعته كانت في صالحك، علشان كده انت ما قعدتش في السجن لمدة طويلة. بيقول له كازوتورا اخرس، انا قعدت سنتين محبوس، انا مش نفس الشخص اللي انت كنت تعرفه يا دراكن. بيقول له دراكن بس احنا كنا اصدقاء. بيتجاهله كازوتورا وبيقول له بعد بكرة احنا هنسحق تومان. دراكن حاول يصلح الاوضاع بس كازوتورا كرهه كان اكبر مما هو يتصور. بعدها بنشوف مايك واقف قدام الدراجة بتاعت اخوه وهو بيفتكره. بيقول هل يا ترى ممكن الامور ترجع زي الاول؟ وعند قبر شينيتشيرو بنشوف باجي وهو بيزوره. تاني يوم 30 اكتوبر وقبل يوم من بداية القتال، ماتسونو بياخد تاكاميتشي وبنشوفه رايح يقابل باجي وبيقول له اسف ان انا طلبت منك انك تيجي، بس قول لي هل قدرت تعرف اي حاجة عن كيساكي؟ بيستغرب باجي من كلام ماتسونو. بيقول له ماتسونو انت شغال جاسوس لتومان اليس كذلك؟ وانت عايز تعرف حقيقة كيساكي. انا عملت ابحاث وعرفت كل حاجة انت محتاج تعرفها عن كيساكي، فانت دلوقتي مش محتاج انك تفضل هناك يا باجي. بس باجي بيقول له بسخرية هو انت بتقول ايه؟ بيقول له ماتسونو بكرة لما المعركة تبدأ هتكون فعلا عدو لتومان. بيقول له باجي انت طيب يا ماتسونو، انا خلاص مع فالاهالا وبكرة هنسحق تومان بالكامل. بيطلب تاكاميتشي من ماتسونو ان هو يكلم باجي على انفراد. بيكلمه تاكاميتشي وبيقول له انا مش عارف ايه هو هدفك، بس بكرة ارجوك حاول انك تنجو مهما حصل، اوعى تموت لان ده هيخلي مايكي حزين جدا. بيقول له باجي مايكي هو اللي بكرة هيموت، عرفوا هذه المعلومة. والله يا اخي انا ما بقتش عارف انت فيك الخير ولا الشر. بيروح تاكاميتشي يعرف مايكي ان هو حاول مع باجي ولكن باجي خلاص خد قراره. بيقول مايكي ان خلاص باجي كده بقى عدو لينا ومفيش تراجع. بيقول له تاكاميتشي انا اسف ان انا ما قدرتش ارجعه. بيقول له مايكي انا كنت عارف ان هو مش هيرجع لان هو مش بيتراجع في كلمته ابدا، بكره خلاص مفيش مفر من القتال. تاكاميتشي عارف ان مايكي مش عايز يقاتل اصدقائه، بس بما ان هو القائد ما ينفعش يتراجع او يظهر اي ضعف او مشاعر. بالليل العصابه بتتجمع ودراكن بيقول ان مايكي دلوقتي عنده كلام مهم عايز يقوله. بيتكلم مايكي وبيقول بكره هو قتالنا مع فالاهالا، هما اللي خططوا لهذا القتال فاحنا مفيش في ايدينا حاجه نعملها. باجي خلاص اصبح عدو لينا ومعروف الخونة احنا بنتعامل معاهم ازاي. بيسكت مايكي شوية وفجأة بيقول ولكني عندي طلب طفولي، انا مش هقدر اقاتل صديقي. تاكاميتشي هو وماتسونو بيتفاجئوا ودراكن وميتسويا بيضحكوا وهم مبسوطين، واللي اتضايق هو كيساكي. مايكي بيقول احنا هنسحق
معاك فالهالا وهنستعيد باجي مرة تانية لينا. والكل بيفرح وبيصرخ وبيقولوا سننتصر، وتاكاميتشي اصبح متفائل. تاني يوم في مكان القتال بنشوف ان في ناس كتير وغرباء متجمعين. بيقول ماتسونو ان دول قادة عصابات جايين يتفرجوا على القتال ويشوفوا مين اللي هيكسب، لان القتال ده مهم جدا وهيحدد بنسبة كبيرة مين اللي هيسيطر على طوكيو. بيقول تاكاميتشي من الواضح ان كل الناس اللي جوهم هم ناس خطيرة جدا. وبيظهر واحد اسمه هانسن من عصابة كريمينال بلاك، بيقول انا اللي هكون مشرف على قتال اليوم، وبيعلن ان خلاص القتال هيبدأ. وبتظهر عصابة طوكيو مانجي المعروفة باسم تومان بقيادة مايكي، وعصابة فالهالا المعروفة باسم الملاك بدون رأس بقيادة هانما. بيتقدم دراكن وكازوتورا وبيقول لهم هانسن عايزين قتال 5 ضد 5 ولا قتال الكل في الكل. بيقول دراكن هم اللي طلبوا القتال، فانت حدد يا كازوتورا اللي انت عايزه، ولكن عندنا شرط واحد، لو انتصرت تومان فاحنا هنسترجع باجي كيسكي تاني. بيسأل هانسن كازوتورا هتعملوا ايه بس؟ يا نهار ابيض، كازوتورا بيضرب هانسن وبيخليه يفقد وعيه، وبيقول اشراف على قتال ايه وشروط ايه اللي انتوا عايزين تحطوها؟ هو احنا جايين نلعب؟ احنا جينا نقضي على تومان بالكامل، مش هنخلي فيهم حد على قيد الحياة. وهانما بيقول لمايكي خلاص نهايتك جت، والعصابتين دلوقتي بيهجموا على بعض وبتبدأ المعركة. الكل بقى نازل ضرب في بعضه، وقادة تومان قايمين بالواجب وزيادة وبيفشخوا العيال بتوع فالهالا. تاكاميتشي واقف في النص مصدوم وبيقول دول ما خدوش وقت حتى للتسخين، يا ترى فين باجي؟ انا لازم احميه. وهو عمال يفكر واحد من فالهالا بيجي ينزل فيه ضربة. يا تاكاميتشي ايه اللي انت بتعمله في مكان زي ده؟ وكازوتورا بنشوفه بيجري على مايكي وعايز يقاتله، ولكن دراكن بيتصدى ليه وبيقول له انت قدامك 100 سنة عقبال ما تقدر تقف قدام مايكي. بيجي هانما يزق دراكن بعيد وبيقول له قتالك معايا انا، الرجل الثاني في تومان ضد الرجل الثاني في فالهالا. وكازوتورا بيقول لمايكي انا استنيت اليوم ده من زمان. بيقول له مايكي انا مش هتهاون معاك. واللي شايفهم من بعيد هو تاكاميتشي اللي لسه عمال يتضرب، وقع على الارض وبيحاول يحمي نفسه، ولكن ميتسويا بيوصل وبيساعده. بيقومه وبيقول له انت جاي هنا علشان ايه يا تاكاميتشي؟ انت جزء من الفرقة التانية، لازم تقاتل، اياك تفقد تركيزك وتكون عبء على اللي حواليك. بيقول تاكاميتشي جواه كلامه صح، لو انا مت هنا فهيكون ايه الفايدة من اللي انا بعمله؟ انا لازم اركز على العدو اللي قدامي. وبيظهر اتنين شكلهم مخيف قدام تاكاميتشي. بيقول يا الهي انا مجرد فاشل، ازاي هقاتل عصابة حقيقية؟ بيجي ماتسونو بيقول له انا معاك وبحمي ظهرك، مفيش حد فينا مش بيخاف يا تاكاميتشي، بس القوة الحقيقية في انك ازاي تتعامل مع الخوف ده، ازاي ما تخلوش يسيطر عليك. بيفتكر تاكاميتشي هناتا وهي في العربية لحظة ما ماتت، وبيصرخ وبيضرب واحد قدامه ضربة جامدة قوي. اخيرا تاكاميتشي دخل في القتال، بيتلقى ضربات كتير ولكنه ثابت وبيردها وبيقول انا لازم اغير المستقبل. ودراكن اللي بيقاتل هانما بيجي يهجم عليه افراد تانيين، وهانما الجبان بينسحب. دراكن بيضربهم وبيسأل ميتسويا انت كويس؟ بيقول له ميتسويا انا كويس بس القتال صعب قوي، احنا 150 بنواجه 300 واحد من فالهالا وكلهم اكبر مننا في السن، حتى لو القادة قدروا يصمدوا فالبقية هيتهزموا. ودراكن فعلا بدأ يلاحظ ان كتير من تومان بدأوا يصابوا باليأس ويستسلموا. وهانما مجمع حواليه شلة كده وبيقول لدراكن انت وقفت ليه؟ يلا كمل القتال. بيضحك دراكن وبيقول لهم سأسحقكم جميعا. وفي وسط كل دول تاكاميتشي عمال يجري ويصرخ وبيقول سأقضي عليكم، انا مش هستسلم مهما حصل وهنتصر. تاكاميتشي بيظهر عزيمة كبيرة برغم الضرب الكتير اللي خده، كان هيقع ولكن ميتسويا بيساعده وبيقول له احسنت يا تاكاميتشي. كلام تاكاميتشي رجع تاني افراد تومان يقفوا على رجليهم وبيتخلصوا من شعور اليأس. بيقولوا مهما حصل احنا مش هنستسلم. ودراكن بيقول لتاكاميتشي انت رائع. الكل بيرجع يقاتل مرة تانية. دراكن لوحده اتحمس بشكل مش طبيعي وبقى طايح في كل فالهالا. العيال بتوع فالهالا بدأوا يخافوا مرعوبين منه. حرفيا دراكن لوحده بيسقط العشرات في لحظات، وحش كاسر بالمعنى الحرفي. بعد ما خلص على كتير منهم بيقول لهانما معلش اتأخرت عليك. بيقول له هانما انت شكلك مرهق يا دراكن. بيقول له دراكن مش مرهق ولا حاجة، ده انا كنت بسخن بس علشان ابدأ اقاتل. بيهجم دراكن على هانما بضربة جامدة قوي بترمي هانما لورا بعيد جدا. هانما اتفاجئ من قوة دراكن، ده كان بس بيحاول يتصدى لضربته. وتاكاميتشي
تاكاميتشي مش مصدق اللي هو شايفه، وبنشوف دلوقتي مايكي اللي عمال يطارد كازاتورا وبيقول له توقف، وفجأة واحد من فالهالا بيهجم على مايكي. كازاتورا بيقف مع 2 من فالهالا، بيقول له مايكي هو انت ما تقدرش تقاتل 1 ضد 1 يا كازوتورا. بيقول له كازوتورا مين اللي جاب سيرة ان القتالات هتكون متكافئة؟ انت قدامك 2 من قادة فالهالا ومن افضل المقاتلين تشونيو وتشومي. بيهجم تشونيو على مايكي ومايكي بيصد هجومه وبيهجم عليه مايكي، ولكن تشونيو بيخاف وبيتراجع. تشومي بيقول شكل الاشاعات اللي بتتكلم عن قوة مايكي حقيقية. بيقول كازوتورا لمايكي انا استدرجتك لهذا المكان علشان هنا انت مش هتكون بكامل قوتك، مش هتقدر تتحرك براحتك وتستخدم ضربات رجلك الجامدة. وتشونيو وتشومي الاتنين مع بعض عمالين يهجموا على مايكي، برغم كده مايكي قادر يواجههم ويصد ضرباتهم، بس في النهاية بيقدروا يمسكوه ويثبتوه. كازوتورا بيضربه بحديدة على دماغه. دراكن بيشوف مايكي ساقط وبيصرخ باسمه. مايكي يا إلهي الضربة على دماغه مخليه ينزف وشكله كده مش مطمئن. تاكاميتشي مش مصدق اللي هو شايفه. القتال ده مفروض ان مايكي ما يتأذيش فيه، وكازوتورا بيقول خلاص احنا فزنا، ولكن يا إلهي مايكي بيقوم يتحرك وبيقول لكازوتورا انا عايز اسألك هل انا فعلا عدوك؟ بيفتكر كازوتورا اول مرة شاف مايكي ازاي عامله كأنه صديق ليه وقرر انه هو يساعده. كازوتورا اللي عاش طفولة صعبة بين اب وام كانوا دايما بيأذوه، اول واحد كان يعامله كويس هو مايكي. كازوتورا بيقول لمايكي انا عشت المعاناة في السجن بسببك، بالتأكيد انت عدوي يا مايكي. وتشونيو وتشومي بيمسكوا مايكي المصاب تاني، وكازوتورا بيبص لمايكي اللي عيونه مش بترمش حتى، وبيفضل يضربه بالحديدة اللي معاه ومايكي مش بيتحرك. والحاضرين اللي بيتفرجوا بيقولوا ان خلاص مايكي خسر. تاكاميتشي بيقول ده ظلم، دول 3 على 1. دراكن عايز يساعد مايكي بس هانما واقف في طريقه. وكازوتورا بيقول مفيش اروع من شعور انك تقتل عدوك. ويا نهار ابيض مايكي بيتكلم بعد كل الضربات دي وبيقول له تقتل عدوك علشان كده انت قتلت اخويا يا كازوتورا. ويخرب بيت القوة والجنون مايكي بيرفع رجله اللي ماسك فيها تشونيو وبيضرب كازوتورا في دماغه ضربة بتخليه يفقد وعيه. هو ده فعلا مايكي الذي لا يقهر. بس مايكي تلقى ضربات كتيرة وبعدها بيقعد على الارض وهو مش قادر يتحرك. الكل مش فاهم ايه اللي بيحصل. واحد من فالهالا لابس كمامة بيقول هي دي فرصتنا ان احنا نقضي على مايكي، وبياخد المجموعة اللي معاه علشان يهجموا على مايكي الساقط. بيشوفوا تاكاميتشي وبيقول انا حاسس ان انا شفت الواد ده في مكان قبل كده، ومايكي دلوقتي محتاج مساعدة، ولكن كل القادة مشغولين في قتالات صعبة مع عدد كبير من افراد فالهالا. دراكن عمال يضرب في هانما عشان يخلص منه، ولكن هانما برضه صامد. تاكاميتشي بيقول انا لازم اساعد مايكي. بيجري وسط افراد فالهالا وبيحاول يعمل اي حاجة، ولكن بالتأكيد مش هيقدر ان هو ينقذ مايكي. وكان خلاص الواد ابو كمامة ده هيوصل لمايكي، ولكن كيساكي تتدخل وانقذ مايكي. بيقول كيساكي ان الفرقة الثالثة هتتكفل بحماية القائد مايكي. وتاكاميتشي لما بيركز مع الواد ابو كمامة ده بيعرف ان هو شافه قبل كده مع كيساكي. وميتسويا بيقول احسنت يا كيساكي. تاكاميتشي بيقول كيساكي مش فارق معاه فوز او خسارة، الكل دلوقتي بقى معجب بكيساكي وباللي عمله. حتى دراكن بيقول له احسنت يا كيساكي انا هسيب مايكي في حمايتك. وتاكاميتشي هيتجنن وبيقول لا كل ده في صالح كيساكي اساسا. كيساكي بيخدع الجميع، بس فجأة بيظهر باجي من الوراء وبيهجم على كيساكي بضربة على دماغه. الكل بيتفاجأ من ظهور باجي، وباجي بيقول لكيساكي انا هشوه وشك لدرجة ان مفيش حد هيعرفك بعد كده. ولكن مساعد كيساكي هامادا بيهجم على باجي وبيبعده عنه. بيقوم كيساكي وبيقول لأتباعه اقتلوا باجي، بس باجي مش خايف وبيقول له هات اللي عندك. بس ماتسونو بيجي يقف قدام باجي وباجي بيقول له انت بتعمل ايه؟ بيقول له ماتسونو لو انت دلوقتي هجمت على كيساكي فهتبقى بتخون مايكي. بيضرب باجي ماتسونو وبيقول له ابتعد عن طريقي، ولكن ماتسونو بيقول انا نائب قائد الفرقة الاولى، انا هفضل موجود دايما لحمايتك يا باجي حتى لو اضطريت ان انا اقتلك. بيقول له باجي طب انا مستنيك يلا تعالى قاتلني، ولكن ماتسونو اللي بيحب باجي جدا مش بيقدر ان هو يقاتله. بيرجع باجي علشان يروح ناحية كيساكي، ولكن فجأة تاكاميتشي بيجي يمسكه. باجي بيقول له ابتعد عني وبيضربه، وكان تاكاميتشي هيفقد وعيه ولكن بيتماسك وبيقول انا لازم اغير المستقبل. ووقتها تاكاميتشي بيفتكر ان باجي
باجي مات على ايد كازوتورا مش على ايد كيساكي. بيبص على كازوتورا اللي كان ساقط بيلاقيه ان هو اختفى، ومن وراء باجي كازوتورا بيطعنه في ظهره، وعلى طول تاكيميتشي بيبعد كازوتورا عن باجي بسرعة. بيسأل تاكيميتشي باجي هل انت بخير؟ بيقول له باجي ايوه ده مجرد خدش، انت انقذتني يا تاكيميتشي. وماتسونو بيمسك كازوتورا وبيقول له ايه اللي انت عملته ده؟ ويخرب بيت جنونك يا كازوتورا، دلوقتي بيقول ان كل ده كان غلطة باجي. باجي بيقول لتاكيميتشي انا هقتل كيساكي اياك تتدخل. تاكيميتشي عمال يراجع احداث القتال وبيقول لحد دلوقتي مايكي ما عندوش سبب ان هو يقتل كازوتورا. طالما باجي على قيد الحياة فدي الفرصة اللي لازم نستغلها علشان نقضي على كيساكي. وتاكيميتشي وماتسونو بيقولوا لباجي ان هم عايزين يساعدوه في قتال كيساكي، بس باجي بيضربهم وبيقول لهم اياكم تقفوا في طريقي. وهو متوجه ناحية كيساكي بيقول لتاكيميتشي اعتني بمايكي. ويا نهار ابيض الفرقة بتاعت كيساكي كلهم بييجوا علشان يحموه. باجي واقف قدام 50 واحد بيربط باجي شعره بيقول لهم يلا وروني انتوا تقدروا تعملوا ايه. وبيهجم باجي لوحده وبيبدأ انه هو يقاتل. تاكيميتشي بيقول بس دول 50 ضد واحد فقط. بيقول له ماتسونو طالما باجي قال ان هو هيوصل لكيساكي فهيعمل كده. وكيساكي الغاضب بيقول تبا كازوتورا فشل، وبيقول لهامادا اياك تستخف بباجي، هو الوحيد اللي قدر يكشف حقيقتي. ولسه كيساكي بيقول كده بيلاقي ان باجي ضرب هامادا ووصل عنده. باجي هو كمان وحش من وحوش تومان، ولكن باجي برغم قوته فجأة بيبدأ ينزف الدماء. باجي الإصابة اللي اتصابها وقتاله ال50 واحد جاب آخره. باجي بيقع على الأرض وبيبدأ ينزف أكتر وأكتر. ماتسونو بيقول لكيساكي أنت عملت له إيه؟ بيقول له كيساكي أنت شفت أنا ما جيتش جنبه. تاكيميتشي أدرك إن باجي اتطعن بشكل جامد، ما كانش مجرد خدش زي ما هو كان بيقول. ميتسويا بيصرخ وبيقول حد يتصل بالإسعاف. كيساكي بيقول بسخرية إن كازوتورا مجنون فعلا، ده قتل باجي، هو اللي أقنعه إن هو يسيب تومان ويجي الفالهالا علشان يقتله بنفسه. كيساكي طبعا بيقول الكلام ده لمايكي وعمال يولع الدنيا. تاكيميتشي عارف إن كيساكي بيحاول يستفز مايكي علشان يهجم على كازوتورا. مايكي بيتكلم وبيقول إن من ساعة ما خرجت يا كازوتورا من السجن وأنا بفكر إن أنا أقتلك، الوحيد اللي كان بيمنعني هو باجي، وكان بيقول لي إنك فقط كنت بتحاول تخليني سعيد. مايكي بينزل وبيعلن إن المعركة خلاص خلصت. هانما بيقول له خلصت إزاي؟ ده مش قرارك. ولكن مايكي في جزء من الثانية بضربة واحدة بيخلي هانما يفقد وعيه. أعضاء فالهالا بيشوفوا قوة مايكي المرعبة وكلهم بيتملكهم الخوف. كلهم بيهربوا من مايكي وبيقولوا ده هيقتلنا. مايكي بيروح لكازوتورا اللي بيقول له دي النهاية، واحد مننا لازم يموت. ومايكي مش بيقول حاجة، بيهجم عليه وبينزل ضرب فيه بكل وحشية. تاكيميتشي بيفتكر كلام دراكن عن العبء الكبير اللي كان شايله مايكي لوحده. تاكيميتشي عمال يعيط وبيقول في النهاية انا ما قدرتش اغير حاجة. كازوتورا وهو بيتضرب بنشوف ان قبلها بشوية هانما هو اللي كلمه وقال له ان باجي خائن. كازوتورا ساعتها قال انا كنت عارف انك انت كمان هتتخلى عني يا باجي. وطبعا اللي خلى هانما يقول له كده هو كيساكي علشان يخلي كازوتورا يروح يقتله. كازوتورا دلوقتي بيفتكر لحظة مكانه في المحل بعد ما قتل شينيتشيرو. بعدها باجي حضنه وقال له مهما كان اللي مستنينا في المستقبل انا هفضل دايما معاك يا كازوتورا ومش هسيبك. كازوتورا استوعب المصيبة اللي هو عملها وبيقول باجي كان اهم حاجة ليا في حياتي وانا خسرته. انا اسف يا باجي، كمان شوية هلحق بيك. ومايكي مستمر في توجيه الضربات على كازوتورا وخلاص هو هيموته. وساعتها بنشوف باجي المصاب بيقوم يقف بيتحرك وبيقول لمايكي توقف. باجي حرفيا بين الحياة والموت. بيقول لمايكي شكرا انك غضبان علشاني. مايكي مصدوم وتاكيميتشي بيرتاح شوية ان باجي لسه عايش. بيقول باجي ان جرح زي كده مش هيقتلني ابدا. تاكيميتشي عارف ان باجي بيكذب والطعنة قوية ومفروض تقتله. باجي بيقول لي كازوتورا ما تقلقش انا مش هموت بسببك. وبيطلع باجي سكين وبيطعن نفسه. يا الهي، باجي بيسقط وماتسونو بيجري عليه. تاكيميتشي بيقول له ليه تطعن نفسك يا باجي؟ بيكلمه باجي وبيقول له كيساكي هو العدو يا تاكيميتشي. قائد الفرقة التالتة عمره ما هيكون كيساكي. قائد الفرقة التالتة مهما حصل هو احنا الستة انشأنا تومان وما ينفعش حد غريب يدخل معانا. ميتسويا ودراكن ومايكي وكازوتورا هم اغلى ما
املك. انا كنت عايز اتصرف واحل كل حاجة لوحدي، ولكن يبدو اني فشلت، علشان كده قررت ان انا اللي اموت بايديا. دلوقتي مايكي ما عندوش سبب علشان يقتل كازوتورا، وباجي بيقول لتاكاميتشي انت شبه شينيتشيرو، ارجوك ساعد مايكي وحافظ على تومان. وبيشكر باجي ماتسونو على وقوفه بجانبه دايما، وبيموت بعدها باجي. ومايكي بغضب اكبر بيرجع يضرب كازوتورا ضربات ورا ضربات، وهو بيقول له انا هموتك. ماتسونو بيقول ان باجي كان دايما بيقاتل لوحده، عمره ما كان عايز يشيل حد الحمل معاه. وتاكاميتشي بيقول انا اسف يا باجي اني ما قدرتش احميك. وبيجري تاكاميتشي يقف قدام مايكي وبيقول له توقف. مايكي بيقول له ابتعد والا هموتك انت كمان. وبيضربوا مايكي، ولكن تاكاميتشي مش بيتراجع، بيرجع يقف وبيقول له مش ده اللي كان باجي عايزه. بيضربوا مايكي تاني وبيقول له ما تتكلمش باسم باجي. بيصرخ تاكاميتشي وبيقول ان باجي خلاص مات. بيخلع تاكاميتشي البدله اللي هو لابسها، وبتقع الصوره بتاعه السداسي اللي لقاها يوم الاجتماع. مايكي بياخد باله منها، وتاكاميتشي وهو منهار من العياط بيقول ان باجي ليه ضحى بحياته علشان بيحبكم وبيحب تومان، اختار يموت نفسه علشان كازوتورا ما يشيلش عبء موته. باجي كان عايزك تسامح كازوتورا يا مايكي، انت لو موتت كازوتورا فحياة باجي هتكون ضاعت بلا هدف. مايكي بيروح يشيل الصورة، بيقول لتاكاميتشي انت جبتها منين؟ بيقول له في يوم الاجتماع ساعة ما باجي قرر انه هو يرحل. بيقول مايكي ان دي وقعت من باجي عمره ما تخلى عنها طوال السنتين اللي فاتوا. وفجأة الشر والغضب اللي جوه عيون مايكي بيبدأ انه هو يختفي. بنرجع سنتين للوراء لما كانوا الستة اصدقاء وبيخرجوا بدراجاتهم ومبسوطين على الاخر، بس كان في عصابة اسمهم التنانين السوداء، عصابة اكبر منهم ب3 سنين. مايكي عرف ان العصابة دي بتضايق كازوتورا علشان هو عايش في نفس منطقتهم. كلهم بيقولوا احنا مفروض نقاتلهم، بس هنقاتلهم بصفاتنا ايه؟ ساعتها باجي هو اللي قال احنا الستة هنكون عصابة. الفكرة عجبتهم جدا وقالوا احنا هنكون اقوى عصابة في العالم. وباجي بيقول احنا هنكون عصابة كل واحد فيها بيحمي التاني. وفعلا اختاروا اسم العصابة وقسموا الادوار وكل واحد عرف دوره. وساعتها راحوا علشان كل واحد يشتري تميمة للعصابة، ولكن ما كانش معاهم فلوس كفاية، فجمعوا مع بعض واشتروا تميمة واحدة فقط. التميمة دي اعطوها لباجي لانه هو صاحب فكرة انشاء العصابة. ودلوقتي التميمة اللي كان فيها صورتهم مع مايكي، وبيقول باجي حافظ عليها كل الوقت ده. باجي هو اساس فكرة انشاء عصابة تومان، هو اللي اسس فكرة ان احنا واحد وكل اللي يتأذي كلنا لازم نحميه. الكل بيبدأ يعيط على باجي الميت، حتى مايكي الاول مرة بنشوف دموعه وبيقول انا اسف يا باجي. بيسمعوا اصوات الشرطة بتقرب منهم، فبيبدأ الكل يهرب. هانما بياخد الباقيين وبيمشي. كازوتورا بيقول انا هفضل مع باجي وهتحمل المسؤولية، ده غلطي وانا خلاص مش ههرب تاني. بيمشي مايكي وكازوتورا بيكلمه وبيقول له انا مش هطلب منك انك تسامحني على شينيتشيرو او باجي، انا هتحمل العبء بتاعهم طوال حياتي. وبينحني كازوتورا احتراما واعتذارا لمايكي، ومايكي بيمشي من غير ما يقول اي حاجة. وفي نزاع يوم 31 اكتوبر بين عصابة تومان ضد عصابة فالاهالا، مات باجي كيسكي وتم القبض على كازوتورا. بعد اسبوعين بنشوف ماتسونو عند قبر باجي وبيفتكر ايامهم الاولى سويا. ماتسونو كان مقاتل جامد قوي وكان اقوى واحد في مدرسته، محدش كان بيقف قدامه خالص. بس وصلت له اخبار ان في واد اكبر منه بيعيد السنة، وصل جديد لمدرسته وبيتقال عليه انه هو قوي جدا اسمه باجي كيسكي. اتحمس ماتسونو وراح يشوفه علشان يقاتله، لقى لابس نظارة وقاعد يذاكر. بيقول ازاي الواد ده قوي او بيعيد السنة، ده شكله دحيح مش بيسقط ابدا. في نهاية اليوم ماتسونو راح تاني عند باجي وقعد يشوف اللي هو بيكتبه، لقى مش بيكتب كلمات صح اساسا ولا عارف يذاكر ولا يعمل اي حاجة. بيقول له ماتسونو امال انت ليه عامل في نفسك كده؟ بيقول له باجي انا مش عايز اسقط تاني علشان امي هتكون حزينة، انا بكتب لها جواب ولكني مش عارف اكتب. بيقول له ماتسونو خليني اساعدك، وفعلا بيكتب له هو الجواب وكمان بيساعده في حل واجباته لحد ما اليوم بيخلص. بيمشي ماتسونو وهو مروح بيقابل كام واحد من عصابة في المنطقة بتاعتهم متضايقين منه لانه ضرب واحد تبعهم، هم اكتر منه بس ماتسونو مش بيخاف وبيقف يقاتل. بيتضرب وبيضرب بس برضه يا جماعة دول كتار جدا وهو لوحده. وساعتها بيوصل باجي بنضارته واللي
بيقول لهم اللي انتوا بتعملوا ده مش رجولة خالص. بيخلع نضارته وبيفرد شعره وبيقول لهم انا باجي كيسكي قائد الفرقة الاولى لعصابة تومان، وبيضربهم كلهم. وماتسونو مش مصدق اللي هو شايفه. بيقول لهم ماتسونو ده صديقي واللي هيقرب منه تاني انا هخلص عليه. وماتسونو اصبح معجب كبير بباجي كيسكي، معجب بقوته وبشخصيته وبجرأته وبكل حاجة. ومن هنا بدأت صداقة ماتسونو وباجي. ماتسونو دلوقتي بيعيط وبيقول وحشتني يا باجي، مفروض اعمل ايه دلوقتي وانت مش معايا؟ وهو قاعد قدام القبر بيجي مايكي يقف جنبه. بنسيبهم دلوقتي وبنروح نشوف تاكاميتشي ودراكن اللي راحوا يزوروا كازوتورا في السجن. كازوتورا بيقول ان هو اتقال له اقل حاجة هياخد 10 سنين. بيقول لهم بس انا استاهل اكتر من كده، المرة دي انا هحاول اغير كل حاجة. بيقول له دراكن انا عارفك كويس يا كازوتورا، انت عايز تقتل نفسك، هي دي الطريقة اللي بتحاول بيها تكفر عن ذنوبك، بس اياك تعمل كده. انا جايب لك رسالة من مايكي بيقول لك انت لسه جزء من عصابة تومان وانا مسامحك يا كازوتورا. وبنرجع دلوقتي لمايكي اللي عند القبر وبيقول لباجي انا عملت اللي انت عايزه. مايكي خلاص سامح كازوتورا علشان باجي. المهم ان بعد فترة وفي يوم 15 نوفمبر بتتجمع تاني عصابة تومان، وبنشوف تاكاميتشي لأول مرة أخيرا بزي العصابة. بيقول له دراكن أهلا بيك رسميا معانا، وبيقول له كمان اجهز علشان اجتماع النهاردة هيكون في حاجة مهمة بالنسبة لك. بيظهر مايكي أخيرا ويا إلهي هانما وماتسونو بيظهروا وراه. ودراكن بيقول اجتماع النهاردة هيكون فوضوي، كل شيء سيحسم الليلة. أعضاء تومان مستغربين في ايه وليه هانما موجود مع مايكي. بيتكلم مايكي وبيقول احنا واجهنا عصابة فالهالا وهم كانوا 300 عضو واحنا 150 واحد فقط، وقدرنا ان احنا ننتصر. وهانما نائب القائد عنده حاجة عايز يقولها. بيتكلم هانما وبيقول ان هو بعد الهزيمة وعدم ظهور قائد العصابة الفعلي قرر هانما ان فالهالا هتكون تابعة لعصابة تومان. الكل بيتفاجئ وبيقولوا يعني في 300 عضو جديد انضموا لينا، تومان بقت كبيرة وجامدة قوي. الكل مبسوط وبيهتفوا، وتاكاميتشي هو اللي لسه بيحاول يستوعب هو المفروض منع حدوث الاتحاد بين العصابتين. بيقول هانما ان الاتحاد ده هو بفضل شخص واحد. تاكاميتشي بيقول لا ما تقوليش. ايوه يا صديقي هو اللي انت فكرت فيه كيساكي تيتا. بيطلع كيساكي بيقف بجانب هانما ومايكي وبيسلم التلاتة على بعض معلنين اتحادهم. وتاكاميتشي بيقول باجي مات علشان يمنع ده، وفي الاخر كيساكي هيستحوذ على تومان. تومان كده هتكون شريرة في المستقبل برضه. بيقول مايكي ان المعركة اللي فاتت زي ما كسبنا فيها اشياء خسرنا احد اصدقائنا باجي كيسكي قائد الفرقة الاولى، ذكراه هتكون حاضرة معانا دايما. ودلوقتي بيتقدم ماتسونو بيتكلم وبيقول ان هو كان هيسيب تومان بعد موت باجي، ولكن مايكي لما كان واقف معاه عند القبر قال له انت هتتخلى عن مكان صديقك كان بيحبه، باجي لو كان عايش مش هيحب كده. وبيقول ماتسونو انا رفضت منصب قائد الفرقة الاولى لان ده حمل تقيل عليا، بس انا اتفقت مع مايكي ان انا هختار مين الشخص اللي انا هتبعه. قائد الفرقة الاولى انا ومايكي اخترناه سوا واتفقنا عليه. الشخص اللي اخترته هو هاناجاكي تاكاميتشي، انت هتكون رئيس الفرقة الاولى. هي دي كانت رغبة باجي الاخيرة. تاكاميتشي عقله مش مستوعب ومش قادر يصدق. مايكي بيقول له ارفع راسك وحي الجميع. بيفتكر تاكاميتشي ناوتو اللي قال له انا واثق فيك، اكون اللي مات قدامه مرتين وطلب منه انه هو ينقذهم، هيناتا اللي وعدها انه هو هينقذها. تاكاميتشي خد خطوة كبيرة ناحية تحقيق هدفه. دموعه بتنزل وهو بيقول جواه لسه عندي فرصة ان انا اغير تومان، وبصوت عالي بيحيي الجميع وبيقول شكرا لكم. دراكن وميتسويا بيقولوا له انت برضه ما وراكش حاجة غير العياط. بعد الاجتماع ما خلص وتاكاميتشي اصبح قائد الفرقة الاولى، بيروح يسلم على ناوتو علشان يرجع للمستقبل ويشوف ايه اللي حصل بعد ما بقى هو قائد الفرقة الاولى. بيرجع تاكاميتشي بيلاقي نفسه في محل الفيديو اللي كان شغال فيه. بيفتكر ان هو لسه شغال هناك، ولكن ثواني هو مش شغال، ده جاي يشتري حاجة ولبسه وتسريحة شعره شكلهم غريب، لابس لبس غالي وساعة غالية وشنطة غالية وشكله كده عدى الفقر تماما. بتقوله صاحبة المحل واللي كانت مديرته انا اسفة طلبك مش متاح حاليا. بيطلع تاكاميتشي وبيلاقي الشخص الغريب ده اللي بيقول له انت اتأخرت ليه، خلص واركب عربيتك بسرعة. تاكاميتشي مش فاهم حاجة وبيدور في تليفونه على رقم ناوتو ولكن الرقم مش موجود. بيوصلوا وبيلاقي تاكاميتشي العشرات بينحنوا
ليه احتراما. وفي مجموعة غريبة مش عارف حد منهم بيقولوا له احنا كنا مستنيينك من بدري، انت ليه يا ياماجيشي اتأخرتوا علينا؟ ايه يا نهار ابيض، الشخص ده هو ياماجيشي صديق تاكاميتشي من الاعدادية، وهم دول باقي اصدقائه. تاكاميتشي عمال يستوعب واحدة واحدة وبيقول ده معناه ايه؟ هل انا بقيت شخص ناجح في المستقبل؟ بيخش تاكاميتشي لبيته الجامد قوي وبيلاقي ماتسونو مستنيه. بيقول له ماتسونو انت اتأخرت على اجتماع المديرين، يلا خلص. بيقول له تاكاميتشي مديرين ايه بالظبط؟ بيقول له ماتسونو انت مالك كده يا تاكاميتشي، مش على طبيعتك، انت هو مدير عصابة تومان ويلا علشان ترأس الاجتماع. تاكاميتشي يا نهار ابيض مصدوم بشكل مش طبيعي. بيدخلوا الاجتماع وبنلاقي ان موجود فيه الكثير من الشخصيات، في الشخصيات اللي نعرفهم واللي شفناهم قبل كده وفي اللي ما نعرفهمش واول مرة يظهروا. تاكاميتشي مستغرب وماتسونو بيقول انا بكره كل افراد عصابة التنانين السوداء، يعني عصابة تومان ضمت معاهم عصابة التنانين السوداء والغرباء اللي شايفينهم دول من تلك العصابة، ولكن اهم واحد يهمنا وجوده هو هانما، اللي تاكاميتشي مش فاهم هو موجود هنا ليه. بيتكلم هانما وبيقول انا عندي معلومات بتقول ان الحكومة بتطاردنا وكشفت بعض اعمالنا، وكشفهم لينا مرة واحدة كده ده معناه ان في خاين بينا. بيقول خاين ايه؟ عصابة تومان عمر ما كان فيها خاين. وساعتها بيدخل عليهم شخص بيخليهم كلهم ينحنوا احتراما ليه. يا الهي ده كيساكي تيتا. بيقول لهم مفيش داعي للرسميات، انا جاي بس علشان عايز اقعد مع تاكاميتشي وماتسونو شويه. وفعلا بيروحوا يقعدوا مع كيساكي وبيقول لهم انا عارف انكم بتكرهوني، من 12 سنه باجي مات وانتوا عارفين ان انا كنت السبب في موته، انا اللي خططت لكل حاجه من اول عصابه موبيوس لحد انشاء عصابه فالهالا، وزرعت الخصومه بين العصابتين وكنت عايز القتال يحتدم بينهم علشان اجي وانا اللي اوقف القتال وبان ان انا قوي قدام مايكي. انا ندمان، انا كنت بسعى للقوه والمجد بشكل مش صحيح كل يوم من 12 سنه من ساعه موت باجي وانا بحس بالندم. تاكاميتشي بيسمع هذا الكلام وهو مستغرب ليه كيساكي بيقوله دلوقتي. كيساكي بيطلب منهم يسامحوه، بيقول لهم يلا نشرب هذا الشراب سويا لنعلن عن بدايه جديده. وفعلا تاكاميتشي وماتسونو بيشربوا معاه. بعدها كيساكي نبره كلامه بتتغير وبيقول صراحه موضوع الندم ده انا كنت بكدب فيه، انا اللي خططت لكل حاجه وخططت لقتل باجي. تاكاميتشي وماتسونو مصدومين ومش فاهمين ايه اللي بيحصل. وفجاه تاكاميتشي بيلاقي الدنيا بتسود وبيغمى عليه، بيصحى بيلاقي نفسه مربوط وماتسونو مربوط جنبه. كيساكي حط منوم للاتنين. بيقول كيساكي لماتسونو انت ما نسيتش موت باجي من 12 سنه وفضلت طول السنين دي بتحاول تنتقم مني، انت هو الخاين اللي اديت معلومات للحكومه. بيقول له ماتسونو ايوه انا خائن بس انا ما خنتش تومان، انا عملت كده علشان اتخلص منك. بيقول له كيساكي لحد امتى هتفضل فاكر اللي اسمه باجي ده؟ بيقول له ماتسونو اللي انت بتعمله لعصابه تومان ده انا مش هرضى بيه ابدا، بس تاكاميتشي ملهوش اي علاقه باي حاجه انا عملتها. بيقول له كيساكي هو انت هتضحك عليا؟ انتم الاتنين زملاء. ويا الهي كيساكي بيمسك مسدس وبيطلق على رجل تاكاميتشي وبيوجه بعد كده المسدس على راس ماتسونو وبيقول له دي نهايتك. بيكلم ماتسونو تاكاميتشي وبيقول له خلال السنين اللي فاتت مايك اختفى ودراكن تم اعدامه، عصابة تومان ما بقتش زي اول مرة احنا اتقابلنا فيها، انا متأكد ان تومان الحقيقية لسه موجودة جوانا، انت قادر ترجع تومان زي السابق يا تاكاميتشي. وبيضرب كيساكي ماتسونو ضربة في دماغه بتخلص عليه، وبعدها بيوجه المسدس على تاكاميتشي وبشكل غريب دموع كيساكي بتنزل وبيقول لتاكاميتشي وداعا يا بطلي. وعلى هذا المشهد بينتهي الموسم الاول من حكاية تاكاميتشي. تاكاميتشي بعد كل اللي عمله كيساكي تيتا في الاخر هو برضو المتحكم في عصابة تومان، وبيقول لتاكاميتشي بشكل غريب يا بطلي ازاي تاكاميتشي اصبح هو بطل كيساكي تيتا، وايه اللي حصل بعد ما تاكاميتشي بقى قائد الفرقة الاولى في تومان. ده اللي هنعرفه ان شاء الله اصدقائي في الجزء الجاي من حكاية تاكاميتشي، الجزء اللي هنبدأ فيه ان شاء الله الموسم الثاني. بكده نكون وصلنا لنهاية الموسم الاول، اتمنى ان هو يكون عجبكم واشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية وسلام.